إعداد وتقديم عمرو الشامي. أيها السادة، أهلا بكم معنا في برنامجكم هل تخطت قصيدة النثر قيود النمطية والتقليد التي عرقلتها لبعض الوقت؟ أو بعبارة أخرى، هل تجاوزت الإحساس الذي قد يعتري البعض أن هذه الحركة الشعرية بأسرها أصبحت قصيدة واحدة يعاد إنتاجها مع كل شاعر جديد؟ ربما لهذا السؤال إجابة في هذا الديوان الذي بين أيدينا، وردات للذكرى، أخرى للنسيان، للشاعرة منال محمد علي، والصادر عن سلسلة حروف بالهيئة العامة لقصور الثقافة. شاعرة منال محمد علي، أهلا وسهلا بك معنا على موجة إذاعة البرنامج الثقافي. أهلا وسهلا بحضرتك. يسعدنا في هذه الحلقة أن يكون معنا ناقدان كبيران مبرزان من أبرز نقاد الحركة الأدبية في مصر، وهما الدكتور جمال العسكري والدكتور صديق عطية. أهلا وسهلا بكم معنا الدكتور صديق عطية والدكتور جمال العسكري، ونرحب بالدكتور صديق عطية الذي يشرفنا لأول مرة، وأيضا الشاعرة منال محمد علي التي تشرفنا لأول مرة، ربما في ليس فقط في برنامج مع النقاد، إنما أعتقد في إذاعة برنامج ثقافي. أم كان لأحدكما أن كان معنا على الهواء؟ ربما هذه أول مرة. سبق استضافتني الأستاذة فردوس عبد الرحمن. هي زميلة نشيطة وإذاعية مبدعة. إذا نحن مع ديوان وردات للذكرى، أخرى للنسيان، للشاعرة منال محمد علي، وهو صادر عن سلسلة حروف بالهيئة العامة لقصور الثقافة. قبل أن تبدأ المناقشة النقدية سوف نستمع إلى مداخلة يسيرة من الدكتور صديق عطية وأخرى من الدكتور جمال العسكري، ولكن قبل هذا سوف نستمع إلى قصيدة بصوت الشاعرة منال محمد علي، ربما تكون إلى حد ما ملائمة كي نتعرف على مناخ هذا العمل. وردات للذكرى، أخرى للنسيان. معك الميكروفون. سطور للحياة. في مساء شتوي أحتاج إبرة لأخيط بها بعضي الممزق، وربما بعضا من خيوط الضوء ومضادات للألم والحياة. في ظهر يوم مكتبي بأضواء صناعية تذكرت أنني روضت نفسي على أقصى درجات الجد، وأخبرتها أن الورد الممزق في الطريق ليس أنا على أي حال، وأن يدي هما كل ما أملك، لا أحفل بقطار قادم ولا بمحطات وصول. وقت الغروب أرسم سطورا بيضاء أخبئ كلمات في جيوبها، وعندما يلوح النهار بذراعيه كمسافر أدير رأسي في جلد، لا أحفل بثمرات بطعم الخضر. أنا الأميرة النائمة فوق فراش من سروج بيضاء لا تزول. يعني لا أدري لماذا ذكرتني هذه القصيدة، وهذا أمر طيب أن أقوله في بداية هذه الحلقة، أنه ينبغي أن ندخل إلى كل الأعمال الفنية بقلب وعقل مفتوح، بما يعني أننا ينبغي إذا كنا سوف نستعين بخبرتنا السابقة في مجال القراءة الأدبية، إلا أنه أيضا ينبغي أن ندرك أن العمل الأدبي ربما أو يمكن أن يقدم لنا الجديد في كل مرة. عندما ندخل إلى الأعمال الأدبية بخبرة سابقة، ربما تحاول أن تأخذنا هذه الخبرة أو أن ترسم لنا طريقا ربما لا يكون هو الطريق الحقيقي الذي قصده المبدع. أقول هذا لأنني أول مرة عندما بدأت أقرأ الديوان ووجدت التقطيع الذي كان في القصيدة الأولى، أنه ربما تكون الشاعرة مستفيدة على نحو ما من فكرة السيناريو التي تكتب في الأفلام أو المسلسلات، ولكن هذا لم يتكرر كثيرا، وبالتالي أنا نسيت الأمر بعدها عندما يعني كان الاستمرار في قراءة هذا الديوان. تذكرت الآن أنه بالفعل كان ينبغي أن أتعجل، وأنا لم أتعجل، فأكتب شيئا قبل أن أقرأ العمل بأسره،
وقبل أن يقول العمل ما لديه لا أن أقول أنا ما لدي. أولا نستمع إلى الدكتور صديق عطية الذي سوف يحدثنا ربما في مدخل عن قصيدة النثر أو عن قصيدة النثر والديوان، وبعدها الدكتور جمال العسكري، وعقب هذا سوف تدور مناقشة في الاستوديو لكل من الأطراف يدلي بدلوه في هذا الزمان مع الدكتور صديق عطية. أظن أننا تجاوزنا مرحلة عبث المغالاة ما بين أنصار قصيدة النثر وأنصار قصيدة الإيقاع المتوارث. تجاوزنا مرحلة إزاحة أحد الطرفين للآخر، فقصيدة النثر أمضت الآن نصف قرن تقريبا، وبعيدا عن أدعيائها فقد أسست لنفسها كنوع أدبي لا يمكن لمنصف تجاهله، وثبت لكل قارئ واع كذب ما التصق بها من إرادة للهدم العبثي. فالقراءة الواعية لقصيدة النثر تؤكد أن ما مارسته من هدم لم يستغني تماما عن الماضي الشعري، ولا أبدا يمكنها ذلك. نراها تحافظ مثلا على اللغة وقوانينها، تنهل من معينها الجمالي والبلاغي، بل تتنص كثيرا مع بؤر تراثية تحققت في ذاتها أو كتب لها الخلود في ذاتها وفي نصوص أخرى لاحقة تتفاعل معها. ولولا أن قصيدة النثر تحقق شعرية حقيقية ما استطاعت أن تجذب جمهورا عريضا واعيا يبحث عما يفجر داخله طاقة هائلة من الدهشة ونشوة المعالجة الجمالية. نعم، تعمد قصيدة النثر أحيانا إلى تحطيم القوانين، ألا نحصر هذا التحطيم في الإيقاع المتوارث فقط، فهو مجرد ثمرة لتحطيم أكبر، تحطيم ما اعتاده القارئ من بلاغة فقدت دهشتها حين أرغمت على إعادة مشهد تمثيلي آلاف المرات، وتحطيم إكليشيهات تركيبية وتصويرية ما كانت مبهرة إلا في ميلادها الأول، في كتابتها الأولى، أما تكرار وهدها. إذن فالنماذج الجادة لقصيدة النثر حين تهدم الباهت التقليدي تؤسس في ذات اللحظة بديلا جماليا لها. هي تنزاح بعيدا عما يمكن تسميته بالجمال في القشري من بلاغة فقدت أثرها لطول اعتيادها، ومن إيقاع لا يقدم أكثر من إطراب آذان لا تخطئه أذن القارئ المتوقع للإيقاع، ذاهبة إلى إيقاع أعمق هو إيقاع الباطن أو ما يمكن تسميته بإيقاع المعنى. القصيدة النثرية حينما ذهب إليها أصحابها كان عليهم أن يحققوا أمرين، وإلا فهي العبث. الأمر الأول الاحتفال العالي بلعب الدوال الذي هو خصيصة الشعر، ثم تخصيب القول الشعري بخصيصة نثرية، وأعني بها قدرة على قول ما يقوله بالشعر. فهي كما يقول بودلير توتر بين الشعر والنثر، أو بين هي إذن لعبة بمهارة فائقة بين الغناء والفكر معا. نعم. طيب يعني ربما مداخلة الدكتور صديق عطية في بداية هذه الحلقة يعني يترتب عليها بعض الأمور أرجو ألا نستغرق فيها كثيرا، ولكن أيضا لا يمكن أن نتركها تمر هكذا. يعني وأنا أقدم أيضا برامج أخرى وأحضر أدبية، كم المداخلات النقدية في كل ندوة أدبية تناقش فيها يعني يناقش فيها ديوان من دواوين قصيدة النثر، فيبدأ الناقد بمقدمة حول قصيدة النثر. هذا الأمر ربما يشي بحالة من الدفاع أو أنه محاولة حتى الآن لإكساب هذه القصيدة المشروعية. المفارقة أنني انتبهت أيضا فيما أقول إلى أنني قلت على نحو ما أن قصيدة النثر ربما ظن أنها وصلت في وقت من الأوقات إلى طريق مسدودة، أو أنها تكرر نفسها على نحو من الأنحاء. أنا لا أقصد هذا الديوان على وجه التحديد، ولكن
نحن نعلم أنه قبل بضعة سنوات كانت هناك ويعني إشارات إلى أنه ينبغي التجديد حتى في قصيدة النثر. فإذا بالدكتور صديق عطية يشير إلى أن القصيدة النثر جاءت بعد أن أصبحت القصيدة السابقة على قصيدة النثر هي التي قد فرغت من محتواها أو أصبحت تقليدية أو أصبحت تكرر نفسها. نسبيا يعني إذا عدنا إلى بعض هذا الكلام فسوف نجد بعض الإشارات إلى أن قصيدة النثر حاولت كما رأيت أنت أن تفتح آفاقا جديدة، بما يعني أن القصيدة التي تسبق قصيدة النثر قد وصلت إلى آفاق أو إلى طريق مسدود نسبيا، يعني وإلا لما كانت هناك الحاجة، أو على الأقل فإن إيقاع العصر يستدعي نمطا آخر من التفكير ومن التلقي البلاغي ومن الأداء البلاغي ومن المضمون، لأنه يعني الشكل لا ينفصل عن المضمون. يعني ليس فقط هذا ما قاله بختين ولكنها حقيقة. أنت أشرت إلى مسائل مهمة ربما سوف نتحدث عنها أيضا، أن قصيدة النثر خراف وليست لا تقف موقفا، يعني هي لا تنادي بالقطيعة الكاملة مع التراث، إنما هي شأنها شأن كل حياتنا البشرية متجددة في كل لحظة، وهذا التجدد ربما يكون فيه من القطع، يكون فيه من الوصل، ربما يكون فيه من إعادة الإنتاج. الأمر بات واضحا، وهنا هذا الديوان هو خير يعني مثال لهذا، لأن هنا توظيف للنص التراثي ولا سيما النص المقدس القرآن الكريم موجود هنا في أكثر من قصيدة. ربما أكتفي بهذا فقط، وإن كنت أتمنى أن يأتي اليوم الذي نتوقف فيه عند كل مناقشة لديوان جديد من دواوين قصيدة النثر أن نستهل المناقشة بمسألة الكلام عن قصيدة النثر، لأنها يعني هذا بعد 50 عاما كما أشرت أنت دكتور صديق عطية، الأمر لم يصبح في حاجة لا إلى تقديم ولا إلى دفاع ولا إلى تبرير، يعني لنتعامل مع الأمر كما هو. يعني لأنه يؤسفني أيضا أن أقول إنه حتى الآن ربما يعني يتقبل البعض قصيدة النثر على مضض، حتى ذلك الانفعال تحت وطأة التيار الجارف الذي أصبح مقبلا على قصيدة النثر، فهم يرون أنها ديكتاتورية الأغلبية، ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لهم. نستمع إلى الدكتور جمال عسكري وبعدها يمكن أن نتحول أيضا، سوف يكون إذن بشأن أمرين معا: قصيدة النثر وموقع هذا الديوان من قصيدة النثر، وما الذي يقدمه إلى شعرية قصيدة النثر، وما الذي تقدمه هذه الشعرية إلى الواقع الأدبي أو الواقع الإبداعي من خلال هذا الديوان أيضا. دكتور جمال عسكري أهلا بك معنا ونستمع إليك. هو في الحقيقة ديوان منال محمد علي بتفق في جزء كبير من اللي قاله الدكتور صديق، إنه يتأسس على ركن ركين من الثقافة العربية وعمود الشعرية العربية، سواء على مستوى البنى التركيبية لغويا أو على مستوى فضاء التخيل واستخدامات المجاز بتنوعاتها. لكن أهم ما يميز هذا الديوان يمكن هو المدخل لقراءته، إن هذا الديوان يعني إضافة على مستوى تقنية الإبداع والغنائية. علمنا دائما أن كتاب النثر في انقلابهم أو بعض المتطرفين في اتجاهات النثر كانوا ينقلبون على التراث العربي ويرفضون فيه هذا الأفق الغنائي، وربما يسمونه في بعض الأحيان بأنه يخلو من الدرامية والملحمية إلى آخره. فأنا فوجئت في هذا الديوان أنه ملمح الملامح الأسلوبية أنه يحلق دائما في فضاء أسميه فضاء الغنائي أو فضاء البوح بآلام الذات ومكنوناتها، طبعا بأداة ووسيلة رئيسية جدا اللي هي التجريد، القدرة على تجريد الحياتي، القدرة على تجريد الزماني، وإقامة مشهد شعري فيه من الغنائية الكثير. وهذه هي الإضافة التي أظن أن هذا الديوان يضيفها لما نقرأه من قصائد نثرية في الفترة الأخيرة. أيضا ينضاف إلى ذلك هذه البساطة الممتعة التي أيضا لها رابط أو وشيجة بالتراث، أنك تستطيع أن تقول أن هذا الديوان فيه من البساطة
أو رقة الشعر ورونقه بما لا يدفعك للإحساس بأنك تواجه نصا. هذا النص يحتشد فيه المبدع بكل الأدوات والتقنيات الفنية ليقنعك بأنه يكتب شعرا. نعم. وكأنه يستنجز منك التصادم مع النص لملء الفراغات وملء الفجوات إلى آخره. هذا النص لا يمارس هذه الحيلة، وإنما يعبر بغنائية وفضاء بوح شفيف جدا، وبالتالي يكسب قصيدة الناس أرضية جديدة فيها من البساطة التي كنا نعبر عنها في التراث العربي، أو يعبر عنها الأقدمون يقولون رونق الشعر ورواء الشعر وماء الشعر. هذه المتعة التي تكون في حد من البساطة يرغمك على أن تستمتع دون أن تدري من أين جاء الاستمتاع إلا من خلال هذه الرسالة اللغوية. ويمكن من أهم الدلائل اللي يخص ده كمان إن مغامرة التجريد طبعا ظاهرة موجودة عند كتاب الناس دكتور صديق، وجربت أكثر من مرة. فإنك تعود إلى التجريد مرة أخرى قد يعني يكون هناك تخوف كما أشار الأستاذ عمرو إلى فكرة أنك تكرر ما قيل من سبق، أو أنك تعيد ما سبق إنتاجه. لكن جرد هذا التجريد هنا أنه تجريد في المتاح، تجريد بلغة بسيطة على مستوى المفردات وعلى مستوى التراكيب. ولذلك كانت التقنية الأساسية في الكتاب، أنا أظن وده مدخل من مداخل الكتاب، فكرة التدوين التاريخي. فالكتاب أشبه بالسيرة اليومية لهذه التجريدات أو لهذه الحكايات. أنت تجرد قصة العروسة من ماضي سبق، أنت تجرد لحظة الفراق في محطة القطار من ذكرى مضت. يمكن ده مرتبط طبعا بعدد احتمال وردات للذكرى وأخرى للنسيان. وأنا يعني بأهني منال على هذه الكتابة، وبدقة كما أشار الدكتور صديق أنها تقوم في الأساس على ما نسميه علوم الصحة في اللغة العربية. أنت حين تقرأ الديوان تحس بأن هناك سمات أسلوبية، هذه السمات قائمة على إتقان يكاد يكون سليقي باللغة العربية، وبالتالي بتخلو الهنات التي كنا نعانيها في دواوين نثرية كثيرة. هناك قدر ما من الوقوف على أرض متسقة، ويمكن ده اللي بيفض أو بيجيب عن سؤال التنصات اللي بتتناثر بين بنيات القصائد، أن هذه القصيدة غير متنافرة. نعم. هذه القصيدة لا تصطنع معركة على نحو ما كنا نرى لدى كتاب القصيدة النثرية في السبعينيات والثمانينات. مفيش قصد للمواجهة، مفيش قصد للقطيعة كما أشرت الدكتور. وبالتالي أنا في ظني أن منال محمد علي مع مجموع كبير من الكتاب بيمهدوا لقصيدة النثر بحيث تصبح واقعا حقيقيا يعبر عن نفسه بنفسه دون مماحكة الصراع ودون فرض القطيعة كما أراد بعض الناس فترة بفترة. طيب يعني أعتقد أنه قبل أن نستمع إلى قصيدة من قصائد الديوان مرة أخرى ونتحدث عنها، وسوف نتحدث عن بعض قصائد الديوان ربما بالتفصيل إذا شاء الناقدان، أن نعود الآن للدكتور صديق عطية، لأنه ربما يكون الكلام الذي أسلفت به في بداية هذه الحلقة يكون الصبي، أو ربما أنا حاولت أن أقرأ كلمة الدكتور صديق من خلال وجهة نظري، وفي نفس الوقت كانت إشارات الدكتور جمال العسكري التي حاول فيها أيضا أن يقول أن هذا الديوان هو مرتبط إلى حد كبير ومبني على التراث العربي، بما يعني أنه ليس هناك قطيعة ولم يصل الأمر إلى طريق مسدود، ولكن بكل تأكيد هناك معادلة له. يعني عندما نبدأ في تيار جديد إذا لابد أننا فرغنا من تيار قديم أو وصلنا إلى طريق مسدودة في هذا التيار، ولكن مع ذلك فهناك صلة كما أشار الدكتور جمال غير منكورة. إذا فسوف نكون دائما بحدود يعني بإزاء ما يمكن أن يكون القطيعة والوصل معا. يعني لا نستطيع أن نقول إننا لم نصل إلى القطيعة أو إن القصيدة السابقة لم تصل إلى الطريق، ربما هي قد فرغت تماما من محتواها،
وفي نفس الوقت هي تتجدد بنحو آخر وعلى شكل آخر. فالمسألة الفنية هي دائما مراوحة ما بين القطيع وما بين الوصل. دكتور صديق معك. يمكن عدم وجود قطيعة في الديوان، أو بأسلوب آخر كما أشار الدكتور جمال إن في بساطة في التجريد، ويمكن البساطة دي أو البعد عن التهويمات يمكن السبب الحقيقي فيها هو إخلاص منال محمد علي للأسلوب، بمعنى أنها تعتمد الأسلوب العربي الفصيح، لا تركن إلى قصيدة النثر. وأنا أريد أن أنوه أن الجنسان معا، يعني قصيدة النثر بشكل موازي، لكن يميل إلى كتابة النثر، هو يعمد إليها لخصيصة توجد في النثر لا توجد في الشعر، وهي البوح كما أشار الدكتور جمال. والذي يسيطر على الديوان بالفعل هي فكرة البوح، فكرة شحنة الحزن الذات، لأن اللغة في النهاية كما أنها أداة تشكيل هذا الانفعال أو الفكرة عند المبدع، فهي كذلك أداة القراءة للمتلقي. هي تعتمد على ظواهر أسلوبية من شأنها أن تعطيك مفاتيح لقراءة النص. مثلا نقرأ قصيدة قصيرة وأحاول أن أقدم لها قراءة، وهي قصيدة سطور الحالات استمعنا إليها. هي مثلا تقول: أحتاج إبرة لأخيط بها بعضي الممزق، وربما بعضا من خيوط الضوء، ومضادات للألم والحياة. هنا تعتمد خصيصة أو أسلوب الحذف. هنا يلعب الحذف في نهاية المقطع مشيرة إلى المحذوف بالنقاط بعد كلمة الحياة، يلعب دوره الشعري، يصنع الدهشة والجمال. فأي حياة تتمناها وأقصى ما تمنت قبلها في المقطع السابق عليه هو رتق ما تمزق ومضادات للألم. هي إذن ليست طامعة في حياة البهجة، كأنها بعيدة المنال، لا تطمع في أكثر من النسيان. يؤكد هذا التأويل لفجوة المحذوف الشيء الذي أشارت إليه بالنقاط المقطع الذي يليه. تقول: تذكرت أنني روضت نفسي على أقصى درجات الجد، وأخبرتها أن الوردة الممزقة في الطريق ليس أنا على أي حال، وأن يدي هما كل ما أملك، لا أحفل بقطار قادم ولا بمحطات وصول. هنا أركز على جملة أشرت إليها، وهي طاقة النثر كيف تضيف إلى الشعر أو إلى الإيقاع أو إلى الغناء الشعري. فالجملة ذات الطبيعة النثرية على أي حال تخفف من حدة التوتر الانفعال إلى حالة، بل قل تلقي على الذات بظلال لا مبالية غير عابئة بالقادم من العمر، وهو ما كانت تحت محطات وصول. هي الحيلة النفسية والفنية في آن واحد، حاولة للوجود خارج الزمن بعيدا عن الوجع، وهو الذي يطاردها في طول صفحات الديوان. هنا وردة النسيان، الشق الثاني من عنوان الديوان. لكن لنا أن نتأمل جملتها أيضا: وأن يدي هما كل ما أملك، لنرى كيف تركز هذه الجملة على الفعل. فمن يملك يديه يملك. لذلك نرى خصيصة لكتابة منال محمد علي، وهي تسلط الفعل على المشهد الشعري، نراه واضحا تماما. والفعل هي تشكو أمرها في طول صفحات الديوان، لكن لا كسل، لا تستسلم لملمات، لا تستسلم إلى حزن. هل هذا الديوان يعتبر على حد إلى نحو ما أو تجليات الذات الشاعرية قصائد الديوان؟ هل هناك ثم ترابط ما بين قصائد الديوان
بالضبط بنلاحظ. هل هناك يعني تجربة في هذا الديوان؟ التجربة الكلية الموجودة في الديوان دولة البوح وتفريغ شحنة الحزن التي تتسلط على اللي هي من دواعيها الألم. هي طول الوقت بتحاول انها تتفلت من هذا الألم جديدة. هذه الوردة هي الأمل والحلم المؤجل طوال الوقت. يعني أنا أود أن نستمع ربما بما أن الدكتور صديق والدكتور كمان بدأ يعني أو كان في ثنايا كلامهما كلام حول توظيف التراث وتوظيف المنجز العربي الثقافي والمقدس في هذا الديوان على نحو ما. نستمع إلى القصيدة التي في صفحة 55 الباني والعالمي، وهي تشير إلى طبع القرآن الكريم وإلى أحمد شوقي وقصيدة الشهيرة إلى قصص في القرآن الكريم، ولكن الأمر هنا يعاد إنتاجه على نحو ربما يكون مختلفا بما يتلائم مع شاعر لم يعد نبيا ذلك اليقين، وشاعر لديه من الأسئلة ومهووس بالأسئلة أكثر مما هو يمتلك الإجابات، وربما هو يعني ممزق أو مشتت. يعني أنا لا أود أن أستطرد في القراءة قبل أن نستمع إلى القصيدة. ألقي بخيوط الطائرات الورقية فتبتعد، تتهاوى كل منها النظر في فلا أجد يوسف فلا أجد يوسف نعم أو ريح. أجلس بنافذتي أتأمل سطورا مهتزة، أضع نظارتي فتعتدل في وقفتها. ربما تريد أن أبدأ حديثا جادا، أبدو كمن يفهم قانون التظاهر، وأنا أفكر أنه ربما يمنعني من معانقتك. محاولة 1. لنجلس الآن نعد العلب الكرتونية. يقولون أن الأحلام تحتاج علبا أكبر، فنقسم أننا عبأنا أحلاما كثيرة من قبل، وأن العلب لا تسرب أحلاما قط، وأن ما سقط بعض الحلوى من يد طفل يحلم بأرجوحة سماوية. محاولة 2. لنصنع عصا كبيرة نربطها ببعضها، ثم ندعي أننا نناوش السحب المظلمة كي ترحل. هنا نستفزها لتسقط ما بها من حكايات آتية من فيض تحت سماء أخرى. محاولة 3. أبحث عن علب مناسبة ولغة تجيد الاختباء لأمارس لعبتي المفضلة وأضحك حيث لا أحد. يعني ربما بداية من العنوان الذي يشير إلى قصيدة أحمد شوقي الشهيرة، وأيضا بعد ذلك من حكايات في إعادة إنتاج أو للنص المقدس القرآن الكريم، قصة سيدنا يوسف وقصة سيدنا موسى. ولكن هنا الشاعرة طبعا لا تمتلك الذي كان لدى الأنبياء أو الرسل، وهي مباشرة تأخذنا إلى القضايا السياسية أو لأن الشعب أيضا ليس فقط لا يمتلك هذا اليقين، إنما يعاني سياسيا ويعاني من كبت الحريات ونقل فكرة قولبة الحلم إلى تعبئة العلب، بما يعني قولبة الحلم أو سجن الحلم أو استحالة الحلم أو افتقاد الحلم بالحرية، وينتهي الأمر بنا هذه تحولات المعاني في القصيدة إلى استمطار سماوات أخرى هي ليست سماء الشاعر. الدكتور صديق والدكتور جمال. الدكتور جمال. القصيدة طبعا فكرة التنص
التأسيس كما قلنا على وهي موجودة في أكثر من ديوان من قصيدة في هذا الديوان. هو بيتضح فيها أنا أقدر أسميه لأنه أولا هذا اليقين المطمئن، اليقين الساكن. أنت مع شاعر يبدو متصالحا مع ذاته بالدرجة التي تجعله على أرض مستقرة نوعا ما وجدانيا، وبالتالي بتجنح به إلى هذا التعبير المطمئن وهذه التنصات المطمئنة في أماكنها، وإن مجرد استدعاء هذه التنصات هي نوع من التوحد معها في كشف اللوحة المجردة في واقع القصيدة. ولعل ده بيبقى مفارق نوعا ما يا أستاذ عمرو لتناولات بعض كتاب النثر وخاصة في العقود السابقة في تعاملهم مع التنصات التراثية، أن اليقين لم يكن له هذا الاطمئنان ولم يكن له هذا الثبات، وبالتالي كانت شكل من أشكال مواجهة التراث أحيانا أو إظهار موقف حد مع التراث. لكن هذه القصيدة أو هذه التجربة الشعرية في هذه الديوان بتؤكد هذا اليقين الهادئ الذي كما قلت أثر على الدنيا. كان يمكن أن نختلف، يعني لو قلت رتب تتهوى كل جبل أناديها فلا تأتي، هذا قصة سيدنا يوسف والتي عفوا سيدنا إبراهيم، والتي ألقى فيها بقطعة من قطع. هنا هي لا تمتلك اليقين، هنا لا تمتلك هذه القدرة على النطق. ما أقصده أنها حين تستدعي هذا الرمز هي تستدعيه في تناولات أخرى في مرحلة سابقة لم يكن الأمر في حيز القداسة والرفض أحيانا، لأن كانت أنا يعني هذا ما سبق وقت هناك من كتاب قصيدة النثر قصيدة ليس من وقت هذا إذا قلنا هناك من كان يحاول أن يهدم هذا الخط ينكره، إنما هنا المسألة ليست هكذا، المسألة أنها أنا أتحدث عن الذات الشاعرة كانت موجودة لدى الأقدمين، يعني إذا ما أيضا ليس نفيا للتراث ولكنه إثبات له. مش أي قريب من الرجوع يسجلوا مش قريب من الرجوع حتى بس يسجلوا في المعركة ليس في أشخاص واضح هندير معاه لازم رموز أو تأويل عشان هو حل كده خالص هو على فرصة الانتشار. تجد أن مرتكز التشعير بادئ بفعل فعلا. ايه المتخلف الغبي ده؟ ده غبي ليه يا ده؟ انا بقول لك هات البتاع يا بقول لك هات المره دي عشان اسمعها. مش فاهم راضيها. هات واحد الموبايل ده. هات الموبايل جنب التلفزيون. مضارع او في حيز الماضي. تجريب ذلك على اعتبار المعايشه والمجال. قائلة إعداد وتقديم عمرو الشامي. أيها السادة، أهلا بكم معنا في برنامجكم هل تخطت قصيدة النثر قيود النمطية والتقليد التي عرقلتها لبعض الوقت؟ أو بعبارة أخرى، هل تجاوزت
الإحساس الذي قد يعتري البعض أن هذه الحركة الشعرية بأسرها أصبحت قصيدة واحدة يعاد إنتاجها مع كل شاعر جديد؟ ربما لهذا السؤال إجابة في هذا الديوان الذي بين أيدينا، وردات للذكرى، أخرى للنسيان، للشاعرة منال محمد علي، والصادر عن سلسلة حروف بالهيئة العامة لقصور الثقافة. شاعرة منال محمد علي، أهلا وسهلا بك أهلا معنا وسهلا على بحضرتك. موجة إذاعة البرنامج الثقافي. أهلا وسهلا بحضرتك. يسعدنا في هذه الحلقة أن يكون معنا ناقدان كبيران مبرزان من أبرز نقاد الحركة الأدبية في مصر، وهما الدكتور جمال العسكري والدكتور صديق عطية. أهلا وسهلا بكم معنا الدكتور صديق عطية والدكتور جمال العسكري، ونرحب بالدكتور صديق عطية الذي يشرفنا لأول مرة، وأيضا الشاعرة منال محمد علي التي تشرفنا لأول مرة، ربما في ليس فقط في برنامج مع النقاد، إنما أعتقد في إذاعة برنامج الثقافي. أم كان لأحدكما أن كان معنا على الهواء؟ ربما هذه أول مرة. سبق استضافتني الأستاذة فردوس عبد الرحمن في البرنامج. هي زميلة نشيطة وإذاعية مبدعة. إذا نحن مع ديوان وردات للذكرى، أخرى للنسيان، للشاعرة منال محمد علي، وهو صادر عن سلسلة حروف بالهيئة العامة لقصور الثقافة. قبل أن تبدأ المناقشة النقدية سوف نستمع إلى مداخلة يسيرة من الدكتور صديق عطية وأخرى من الدكتور جمال العسكري، ولكن قبل هذا سوف نستمع إلى قصيدة بصوت الشاعرة منال محمد علي، ربما تكون إلى حد ما ملائمة كي نتعرف على مناخ هذا العمل. وردات للذكرى، أخرى للنسيان. معك الميكروفون. سطور للحياة. في مساء شتوي أحتاج إبرة لأخيط بها بعضي الممزق، وربما بعضا من خيوط الضوء ومضادات للألم والحياة. في ظهر يوم مكتبي بأضواء صناعية تذكرت أنني روضت نفسي على أقصى درجات الجد، وأخبرتها أن الورد الممزق في الطريق ليس أنا على أي حال، وأن يدي هما كل ما أملك. لا أحفل بقطار قادم ولا بمحطات وصول. وقت الغروب أرسم سطورا بيضاء أخبئ كلمات في جيوبها، وعندما يلوح النهار بذراعيه كمسافر أدير رأسي في جلد. لا أحفل بثمرات بطعم الخضر. أنا الأميرة النائمة فوق فراش من سلوج بيضاء لا تذوب. يعني لا أدري لماذا ذكرتني هذه القصيدة، وهذا أمر طيب أن أقوله في بداية هذه الحلقة، أنه ينبغي أن ندخل إلى كل الأعمال الفنية بقلب وعقل مفتوح، بما يعني أننا ينبغي إذا كنا سوف نستعين بخبرتنا السابقة في مجال القراءة الأدبية، إلا أنه أيضا ينبغي أن ندرك أن العمل الأدبي ربما أو يمكن أن يقدم لنا الجديد في كل مرة. عندما ندخل إلى الأعمال الأدبية بخبرة سابقة، ربما تحاول أن تأخذنا هذه الخبرة أو أن ترسم لنا طريقا ربما لا يكون هو الطريق الحقيقي الذي قصده المبدع. أقول هذا لأنني أول مرة عندما بدأت أقرأ الديوان ووجدت التقطيع الذي كان في القصيدة الأولى، أنه ربما تكون الشاعرة مستفيدة على نحو ما من فكرة السيناريو التي تكتب في الأفلام أو المسلسلات، ولكن هذا لم يتكرر كثيرا، وبالتالي أنا نسيت الأمر بعدها عندما يعني كان الاستمرار في قراءة هذا الديوان. تذكرت الآن أنه بالفعل كان ينبغي أن أتعجل، وأنا لم أتعجل، فأكتب شيئا قبل أن أقرأ العمل بأسره، وقبل أن يقول العمل ما لديه، لا أن أقول أنا ما لدي. أولا نستمع إلى الدكتور صديق عطية الذي سوف يحدثنا ربما في مدخل عن قصيدة النثر أو عن قصيدة النثر والديوان، وبعدها الدكتور جمال العسكري، وعقب هذا سوف تدور مناقشة في الاستوديو
لكل من الأطراف في يدي بدلوه في هذا الزمن مع الدكتور صديق عطية. أظن أننا تجاوزنا مرحلة عبث المغالاة ما بين أنصار قصيدة النثر وأنصار قصيدة الإيقاع المتوارث. تجاوزنا مرحلة إزاحة أحد الطرفين للآخر، فقصيدة النثر أمضت الآن نصف قرن تقريبا، وبعيدا عن أدعيائها فقد أسست لنفسها كنوع أدبي لا يمكن لمنصف تجاهله، وثبت لكل قارئ واع كذب ما التصق بها من إرادة للهدم العبثي. فالقراءة الواعية لقصيدة النثر تؤكد أن ما مارسته من هدم لم يستغني تماما عن الماضي الشعري، ولا أبدا يمكنها ذلك. نراها تحافظ مثلا على اللغة وقوانينها، تنهل من معينها الجمالي والبلاغي، بل تتنص كثيرا مع بؤر تراثية تحققت في ذاتها أو كتب لها الخلود في ذاتها وفي نصوص أخرى لاحقة تتفاعل معها. ولولا أن قصيدة النثر تحقق شعرية حقيقية ما استطاعت أن تجذب جمهورا عريضا واعيا يبحث عما يفجر داخله طاقة هائلة من الدهشة ونشوة المعالجة الجمالية. نعم، تعمد قصيدة النثر أحيانا إلى تحطيم القوانين، ألا نحصر هذا التحطيم في الإيقاع المتوارث فقط، فهو مجرد ثمرة لتحطيم أكبر، تحطيم اعتاده القارئ من بلاغة فقدت دهشتها حين أرغمت على إعادة مشهد تمثيلي آلاف المرات، وتحطيم إكليشيهات تركيبية وتصويرية ما كانت مبهرة إلا في ميلادها الأول، في كتابتها الأولى، أما تكرار وهدها. إذن فالنماذج الجادة لقصيدة النثر حين تهدم الباهت التقليدي تؤسس في ذات اللحظة بديلا جماليا لها. هي تنزاح بعيدا عما يمكن تسميته بالجمال القشري من بلاغة فقدت أثرها لطول اعتيادها، ومن إيقاع لا يقدم أكثر من إطراب الآذان لا تخطئه أذن القارئ المتوقع للإيقاع، ذاهبة إلى إيقاع أعمق هو إيقاع الباطن أو ما يمكن تسميته بإيقاع المعنى. القصيدة النثرية حينما ذهب إليها أصحابها كان عليهم أن يحققوا أمرين، وإلا فهي العبث. الأمر الأول الاحتفال العالي بلعب الدوال الذي هو خصيصة الشعر، ثم تخصيب القول الشعري بخصيصة نثرية، وأعني بها قدرة على قول ما يقوله بالشعر. فهي كما يقول بودلير توتر بين الشعر والنثر، أو بين هي إذن لعبة بمهارة فائقة بين الغناء والفكر معا. نعم. طيب يعني ربما مداخلة الدكتور صديق عطية في بداية هذه الحلقة يعني يترتب عليها بعض الأمور أرجو ألا نستغرق فيها كثيرا، ولكن أيضا لا يمكن أن نتركها تمر هكذا. يعني وأنا أقدم أيضا برامج أخرى وأحضر الأدبية، كم المداخلات النقدية في كل ندوة أدبية تناقش فيها يعني يناقش فيها ديوان من دواوين قصيدة النثر، فيبدأ الناقد بمقدمة حول قصيدة النثر. هذا الأمر ربما يشي بحالة من الدفاع، أو أنه محاولة حتى الآن لإكساب هذه القصيدة المشروعية. المفارقة أنني انتبهت أيضا فيما أقول إلى أنني قلت على نحو ما إن قصيدة النثر ربما ظن أنها وصلت في وقت من الأوقات إلى طريق مسدودة، أو أنها تكرر نفسها على نحو من الحق. أنا لا أقصد هذا الديوان على وجه التحديد، ولكن نحن نعلم أنه قبل بضعة سنوات كانت هناك ويعني إشارات إلى أنه ينبغي التجديد حتى في قصيدة النثر. فإذا بالدكتور صديق عطية يشير إلى أن قصيدة النثر جاءت بعد أن أصبحت القصيدة السابقة على قصيدة النثر هي التي قد فرغت من محتواها، أو أصبحت تقليدية، أو أصبحت تكرر نفسها.
نسبيا يعني في إذا عدنا إلى بعض هذا الكلام فسوف نجد بعض الإشارات إلى أن قصيدة النثر حاولت كما رأيت أنت أن تفتح آفاقا جديدة، بما يعني أن القصيدة التي تسبق قصيدة النثر قد وصلت إلى آفاق أو إلى طريق مسدود نسبيا، يعني وإلا لما كانت هناك الحاجة، أو على الأقل فإن إيقاع العصر يستدعي نمطا آخر من التفكير ومن التلقي البلاغي ومن الأداء البلاغي ومن المضمون، لأنه يعني الشكل لا ينفصل عن المضمون، يعني ليس فقط هذا ما قاله بختين ولكنها حقيقة. أنت أشرت إلى مسائل مهمة ربما سوف نتحدث عنها أيضا، أن قصيدة النثر خراف وليست لا تقف موقفا، يعني هي لا تنادي بالقطيعة الكاملة مع التراث، إنما هي شأنها شأن كل حياتنا البشرية متجددة في كل لحظة، وهذا التجدد ربما يكون فيه من يكون فيه من الوصل، وربما يكون فيه من إعادة الإنتاج. الأمر بات واضحا، وهنا هذا الديوان هو خير يعني مثال لهذا، لأن هنا توظيف للنص التراثي ولا سيما النص المقدس القرآن الكريم موجود هنا في أكثر من قصيدة. ربما أكتفي بهذا فقط، وإن كنت أتمنى أن يأتي اليوم الذي نتوقف فيه عند كل مناقشة لديوان جديد من دواوين قصيدة النثر أن نستهل المناقشة بمسألة الكلام عن قصيدة النثر، لأنها يعني هذا بعد 50 عاما كما أشرت أنت دكتور صديق عطية، الأمر لم يصبح في حاجة لا إلى تقديم ولا إلى دفاع ولا إلى تبرير، يعني لنتعامل مع الأمر كما هو، يعني لأنه يؤسفني أيضا أن أقول إنه حتى الآن ربما يعني يتقبل البعض قصيدة النثر على مضض، حتى ذلك الانفعال تحت وطأة التيار الجارف الذي أصبح مقبلا على قصيدة النثر، فهم يرون أنها الدكتاتورية الأغلبية، ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لهم. نستمع إلى الدكتور جمال عسكري وبعدها يمكن أن نتحول أيضا، سوف يكون إذن بشأن أمرين معا: قصيدة النثر وموقع هذا الديوان من قصيدة النثر، وما الذي يقدمه إلى شعرية قصيدة النثر، وما الذي تقدمه هذه الشعرية إلى الواقع الأدبي أو الواقع الإبداعي من خلال هذا الديوان أيضا. دكتور جمال عسكري أهلا بك معنا ونستمع إليك. هو في الحقيقة ديوان منال محمد علي بتفق في جزء كبير من اللي قاله الدكتور صديق، إنه يتأسس على ركن ركين من الثقافة العربية وعمود الشعرية العربية، سواء على مستوى البنى التركيبية لغويا أو على مستوى فضاء التخيل واستخدامات المجاز بتنوعاتها. لكن أهم ما يميز هذا الديوان يمكن هو المدخل لقراءته، إن هذا الديوان يعني إضافة على مستوى تقنية الإبداع والغنائية. علمنا دائما أن كتاب النثر في انقلابهم أو بعض المتطرفين في اتجاهات النثر كانوا ينقلبون على التراث العربي ويرفضون فيه هذا الأفق الغنائي، وربما يسمونه في بعض الأحيان بأنه يخلو من الدرامية والملحمية إلى آخره. فأنا فوجئت في هذا الديوان أنه ملمح من الملامح الأسلوبية أنه يحلق دائما في فضاء أسميه الفضاء الغنائي أو فضاء البوح بآلام الذات ومكنوناتها، طبعا بأداة ووسيلة رئيسية جدا اللي هي التجريد، القدرة على تجريد الحياتي، القدرة على تجريد الزماني، وإقامة مشهد شعري فيه من الغنائية الكثير. وهذه هي الإضافة التي أظن أن هذا الديوان يضيفها لما نقرأه من قصائد نثرية في الفترة الأخيرة. أيضا ينضاف إلى ذلك هذه البساطة الممتعة التي أيضا لها رابط أو وشيجة بالتراث، أنك تستطيع أن تقول أن هذا الديوان فيه من البساطة أو رقة الشعر ورونقه بما لا يدفعك للإحساس بأنك تواجه نصا. هذا النص يحتشد فيه المبدع بكل الأدوات والتقنيات الفنية ليقنعك بأنه يكتب شعرا، وكأنه يستنجز منك التصادم مع النص
لملء الفراغات وملء الفجوات إلى آخره. هذا النص لا يمارس هذه الحيلة، وإنما يعبر بغنائية وفضاء بوح شفيف جدا، وبالتالي يكسب قصيدة الناس أرضية جديدة فيها من البساطة التي كنا نعبر عنها في التراث العربي، أو يعبر عنها الأقدمون يقولون رونق الشعر ورواء الشعر وماء الشعر. هذه المتعة التي تكون في حد من البساطة يرغمك على أن تستمتع دون أن تدري من أين جاء الاستمتاع إلا من خلال هذه الرسالة اللغوية. ويمكن من أهم الدلائل اللي يخص ده كمان إن مغامرة التجريد طبعا ظاهرة موجودة عند كتاب الناس دكتور صديق، وجربت أكثر من مرة. فإنك تعود إلى التجريد مرة أخرى قد يعني يكون هناك تخوف كما أشار الأستاذ عمرو إلى فكرة أنك تكرر ما قيل من سبق، أو أنك تعيد ما سبق إنتاجه. لكن جرد هذا التجريد هنا أنه تجريد في المتاح، تجريد بلغة بسيطة على مستوى المفردات وعلى مستوى التراكيب. ولذلك كانت التقنية الأساسية في الكتاب، أنا أظن وده مدخل من مداخل الكتاب، فكرة التدوين التاريخي. فالكتاب أشبه بالسيرة اليومية لهذه التجريدات أو لهذه الحكايات. أنت تجرد قصة العروسة من ماضي سبق، أنت تجرد لحظة الفراق في محطة القطار من ذكرى مضت. يمكن ده مرتبط طبعا بعدد احتمال وردات للذكرى وأخرى للنسيان. وأنا يعني بأهني منال على هذه الكتابة، وبدقة كما أشار الدكتور صديق أنها تقوم في الأساس على ما نسميه علوم الصحة في اللغة العربية. أنت حين تقرأ الديوان تحس بأن هناك سمات أسلوبية، هذه السمات قائمة على إتقان يكاد يكون سليقي باللغة العربية، وبالتالي بتخلو الهنات التي كنا نعانيها في دواوين نثرية كثيرة. هناك قدر ما من الوقوف على أرض متسقة، ويمكن ده اللي بيفض أو بيجيب عن سؤال التنصات اللي بتتناثر بين بنيات القصائد، أن هذه القصيدة غير متناثرة. هذه القصيدة لا تصطنع معركة على نحو ما كنا نرى لدى كتاب القصيدة النثرية في السبعينيات والثمانينات. مفيش قصد للمواجهة، مفيش قصد للقطيعة كما أشرت الدكتور. وبالتالي أنا في ظني أن منال محمد علي مع مجموع كبير من الكتاب بيمهدوا لقصيدة النثر بحيث تصبح واقعا حقيقيا يعبر عن نفسه بنفسه دون مماحكة الصراع ودون فرض القطيعة كما أراد بعض الناس فترة طيب يعني أعتقد أنه قبل أن نستمع إلى قصيدة من قصائد الديوان مرة أخرى ونتحدث عنها، وسوف نتحدث عن بعض قصائد الديوان ربما بالتفصيل إذا شاء الناقدان، أن نعود الآن للدكتور صديق عطية، لأنه ربما يكون الكلام الذي أسلفت به في بداية هذه الحلقة يكون الصبي، أو ربما أنا حاولت أن أقرأ كلمة الدكتور صديق من خلال وجهة نظري، وفي نفس الوقت كانت إشارات الدكتور جمال العسكري التي حاول فيها أيضا أن يقول إن هذا الديوان هو مرتبط إلى حد كبير ومبني على التراث العربي، بما يعني أنه ليس هناك قطيعة ولم يصل الأمر إلى طريق مسدود، ولكن بكل تأكيد هناك معادلة. يعني عندما نبدأ في تيار جديد إذا لابد أننا فرغنا من تيار قديم أو وصلنا إلى طريق مسدودة في هذا التيار، ولكن مع ذلك فهناك صلة كما أشار الدكتور جمال غير منكورة. إذا فسوف نكون دائما بحدود يعني بإزاء ما يمكن أن يكون القطيعة والوصل معا. يعني لا نستطيع أن نقول إننا لم نصل إلى القطيعة أو إن القصيدة السابقة لم تصل إلى الطريق، ربما هي قد فرغت تماما من محتواها، وفي نفس الوقت هي تتجدد بنحو آخر وعلى شكل آخر. فالمسألة الفنية هي دائما مراوحة ما بين القطيع وما بين الوصل. دكتور صديق معك. يمكن عدم وجود قطيعة في الديوان، أو بأسلوب آخر كما أشار الدكتور جمال إن في بساطة في التجريد، ويمكن البساطة دي
أو البعد عن التهويمات يمكن السبب الحقيقي فيها هو إخلاص منال محمد علي للأسلوب، بمعنى أنها تعتمد الأسلوب العربي الفصيح لا تركا إلى قصيدة النثر. وأنا أريد أن أنوه أن الجنسان معا، يعني قصيدة النثر بشكل موازي لكن يميل إلى كتابة النثر، هو يعمد إليها لخصيصة توجد في النثر لا توجد في الشعر، وهي البوح كما أشار الدكتور جمال. والذي يسيطر على الديوان بالفعل هي فكرة البوح، فكرة شحنة الحزن الذات، لأن اللغة في النهاية كما أنها أداة تشكيل هذا الانفعال أو الفكرة عند المبدع، فهي كذلك أداة القراءة للمتلقي. هي تعتمد على ظواهر أسلوبية من شأنها أن تعطيك مفاتيح لقراءة النص. مثلا نقرأ قصيدة قصيرة وأحاول أن أقدم لها قراءة، وهي قصيدة سطور الحالات استمعنا إليها. هي مثلا تقول: أحتاج إبرة لأخيط بها بعضي الممزق، وربما بعضا من خيوط الضوء، ومضادات للألم والحياة. هنا تعتمد خصيصة أو أسلوب الحذف. هنا يلعب الحذف في نهاية المقطع مشيرة إلى المحذوف بالنقاط بعد كلمة الحياة، يلعب دوره الشعري، يصنع الدهشة والجمال. فأي حياة تتمناها وأقصى ما تمنت قبلها في المقطع السابق عليه هو رق ما تمزق ومضادات للألم. هي إذن ليست طامعة في حياة البهجة، كأنها بعيدة المنال، لا تطمع في أكثر من النسيان. يؤكد هذا التأويل لفجوة المحذوف الشيء الذي أشارت إليه بالنقاط المقطع الذي يليه. تقول: تذكرت أنني روضت نفسي على أقصى درجات الجد، وأخبرتها أن الوردة الممزقة في الطريق ليس أنا على أي حال، وأن يدي هما كل ما أملك، لا أحفل بقطار قادم ولا بمحطات وصول. هنا أركز على جملة أشرت إليها، وهي طاقة النثر كيف تضيف إلى الشعر أو إلى الإيقاع أو إلى الغناء الشعري. فالجملة ذات الطبيعة النثرية على أي حال تخفف من حدة التوتر الانفعال إلى حالة، بل قل تلقي على الذات بظلال لا مبالية غير عابئة بالقادم من العمر، وهو ما كانت تحت محطات وصول. هي الهيبة النفسية والفنية في آن واحد، محاولة للوجود خارج الزمن بعيدا عن الوجع، وهو الذي يطاردها في طول صفحات الديوان. هنا وردة النسيان، الشق الثاني من عنوان الديوان. لكن لنا أن نتأمل جملتها أيضا: وأن يدي هما كل ما أملك، لنرى كيف تركز هذه الجملة على الفعل. فمن يملك يديه يملك. لذلك نرى خصيصة لكتابة منال محمد علي، وهي تسلط الفعل على المشهد الشعري، نراه واضحا تماما. والفعل هي تشكو أمرها في طول صفحات الديوان، لكن لا كسل، لا تستسلم لملمات، لا تستسلم إلى حزن. هل هذا الديوان يعتبر على حد إلى نحو ما أو تجليات الذات الشاعرية قصائد الديوان؟ هل هناك ثم ترابط ما بين قصائد الديوان؟ بالضبط نلاحظ. هل هناك تجربة في هذا الديوان؟ تجربة الكلية الموجودة في الديوان قولة البوح وتفريغ شحنة الحزن التي تتسلط على اللي هي من دواعيها الألم. هي طول الوقت بتحاول انها تتفلت من هذا الألم جديدة. هذه الوردة هي الأمل والحلم المؤجل طوال الوقت.
يعني أنا أود أن نستمع ربما بما أن الدكتور صديق والدكتور كمان بدأ يعني أو كان في ثنايا كلامهما كلام حول توظيف التراث وتوظيف المنجز العربي الثقافي والمقدس في هذا الديوان على نحو ما. نستمع إلى القصيدة التي في صفحة 55 الباني والعالمي، وهي تشير إلى طبع القرآن الكريم وإلى أحمد شوقي وقصيدة الشهيرة إلى قصص في القرآن الكريم، ولكن الأمر هنا يعاد إنتاجه على نحو ربما يكون مختلفا بما يتلائم مع شاعر لم يعد نبيا ذلك اليقين، وشاعر لديه من الأسئلة ومهووس بالأسئلة أكثر مما هو يمتلك الإجابات، وربما هو يعني ممزق أو مشتت. يعني أنا لا أود أن أستطرد في القراءة قبل أن نستمع إلى القصيدة. ألقي بخيوط الطائرات الورقية فتبتعد، تتهاوى كل منها بك، النظر في فلا أجد يوسف نعم أو ريح. أجلس بنافذتي أتأمل سطورا مهتزة، أضع نظارتي فتعتدل في وقفتها، ربما تريد أن أبدأ حديثا جادا، أبدو كمن يفهم قانون التظاهر، وأنا أفكر أنه ربما يمنعني من معانقتك. محاولة 1. لنجلس الآن نعد العلب الكرتونية. يقولون أن الأحلام تحتاج علبا أكبر، فنقسم أننا عبأنا أحلاما كثيرة من قبل، وأن العلب لا تسرب أحلاما قط، وأن ما سقط بعض الحلوى من يد طفل يحلم بأرجوحة سماوية. محاولة 2. لنصنع عصا كبيرة نربطها ببعضها، ثم ندعي أننا نناوش السحب المظلمة كي ترحل، هنا نستفزها لتسقط ما بها من حكايات آتية من فيض تحت سماء أخرى. محاولة 3. أبحث عن علب مناسبة ولغة تجيد الاختباء لأمارس لعبتي المفضلة وأضحك حيث لا أحد. يعني ربما بداية من العنوان الذي يشير إلى قصيدة أحمد شوقي الشهيرة، وأيضا بعد ذلك من حكايات في إعادة إنتاج أو للنص المقدس القرآن الكريم، قصة سيدنا يوسف وقصة سيدنا موسى. ولكن هنا الشاعرة طبعا لا تمتلك الذي كان لدى الأنبياء أو الرسل، وهي مباشرة تأخذنا إلى القضايا السياسية أو لأن الشعب أيضا ليس فقط لا يمتلك هذا اليقين، إنما يعاني سياسيا ويعاني من كبت الحريات فكرة قولبة الحلم إلى تعبئة العلب بما يعني قولبة الحلم أو سجن الحلم أو استحالة الحلم أو افتقاد الحلم بالحرية، وينتهي الأمر بنا هذه تحولات المعاني في القصيدة إلى استمطار سماوات أخرى هي ليست سماء الشاعر. الدكتور صديق والدكتور جمال. القصيدة طبعا فكرة التنص والتأسيس كما قلنا على وهي موجودة في أكثر من ديوان من قصيدة في هذا الديوان. هو بيتضح فيها أنا أسميه دائما وأبدا هذا اليقين المطمئن، اليقين الساكن. أنت مع شاعر يبدو متصالحا مع ذاته بالدرجة التي تجعله على أرض مستقرة نوعا ما وجدانيا، وبالتالي تجنح به إلى هذا التعبير المطمئن
وهذه التنصات المطمئنة في أماكنها، وإن مجرد استدعاء هذه التنصات هي نوع من التوحد معها في كشف اللوحة المجردة في واقع القصيدة. ولعل ده بيبقى مفارق نوعا ما يا أستاذ عمرو لتناولات بعض كتاب النثر وخاصة في العقود السابقة في تعاملهم مع التنصات التراثية، أن اليقين لم يكن له هذا الاطمئنان ولم يكن له هذا الثبات، وبالتالي كانت شكل من أشكال مواجهة التراث أحيانا أو إظهار موقف حد مع التراث. لكن هذه القصيدة أو هذه التجربة الشعرية في هذه الديوان بتؤكد هذا اليقين الهادئ الذي كما قلت أثر على وإن كان يمكن أن نختلف، يعني لو قلت رطل تتهوى كل جبل أناديها فلا تأتي، هذا قصة سيدنا يوسف والتي عفوا سيدنا إبراهيم، والتي ألقى فيها بقطعة من قطع هنا هي لا تمتلك اليقين، هنا لا تمتلك هذه القدرة على ما أقصده أنها حين تستدعي هذا الرمز هي تستدعيني في تناولات أخرى في المرحلة السابقة لم يكن الأمر في حيز القداسة والرفض أحيانا، لأن كانت أنا يعني هذا ما سبق